معلومه عند الناس كلها يا كابتن مجدي. نمره واحد، اللعيبه دي فاتحه بيوت. نمره اتنين، اللعيبه دي متصدره دوري زيها زي الدوري الممتاز يا سيدي. الدوري الممتاز بدل ما القنوات كلها قاعده بتشتغل على الدوري الممتاز والدوره التنشيطيه وناخد الاول والاول نطلع افريقيا وناخد مش عارف ايه وهنروح على استادات القوات المسلحه عشان نحميهم. طب الناس دي ايه؟ الناس دي مش موجوده، مش الشعب المصري ولا ايه؟ النهارده الناس اللي بتقطع طرق عشان فلوس تزيد. طب انت بالك النهارده 2 مليون اتشردوا. اقول فين المسؤولين؟ المسؤولين يعني النادي سبب الخراب الكروي اللي احنا فيه ده ووقف النشاط الكروي لكل الفرق الدوري الممتاز والدوري النادي المصري او يعني عشان ما حدش يزعل مني من بورسعيد او كده. قله قليله من جمهور اعتدت على جمهور النادي الاهلي. حرام لازم الدوري يرجع. في ناس مش لاقيه تاكل، حرام في الممتاز به. يعني لعيبه مش لاقيه، يعني في لعيبه بتبيع الجزم بتاعتها عشان تاكل توكل عيالها. عايز اقول حاجه واحده بس، احنا فين من الكلام ده؟ الممتاز هو اللي عامل المشاكل دي كلها، هو اللي عامل الوش ده كله. فين الممتاز به؟ اخد مصروفي من ابويا. عايز تقول ايه؟ عايزين حد يعني يطلع لنا يقول لنا على اي حاجه. لازم ناخد فلوسنا. بقينا 3 شهور ما تصرفناش اي حاجه. فين حقنا وفين المسؤولين؟ ما عندكش شغلانه ثانيه؟ لا ما عنديش شغلانه ثانيه. تصرف مننا كام؟ بصرف من النادي، والنادي يجي له شهرين مفيش تعاقد، مفيش انتقالات، مفيش اي فلوس. حابب اقول فين حقوقنا، فين انا بلعب في النادي، انا ما باخدش اي حاجه من النادي. السنه اللي فاتت انا لاعب ناشئ في النادي ما باخدش اي حاجه. بني سويف الى نادي بالقاس. كابتن محمد مختار، كابتن وقفتك النهارده امام اتحاد الكوره مطلوب منها ايه؟ مطلوب ان الدوري يرجع والحياه تعود تاني لطبيعتها، لان اللعيبه ديت مسؤولين في بيوت، وفي ناس متجوزه وفي ناس بتصرف على بيوت، فلازم يبقى في دوري عشان النشاط الناس تقدر تعيش. يعني انا مدرس، بس طبعا يعني دي مش تبقى يعني في ناس كتير، يعني انا مدرس في زمايلي كلهم ما فيش اي شغلانه ثانيه، يعني ما فيش اي شغلانه ثانيه. جاي تقول ايه النهارده؟ ما فيش، يعني القرار ده اتاخد، يعني كل رؤساء الدوري الممتاز كانوا موجودين، ما فيش ولا واحد رئيس دوري ممتاز به كان موجود. ده دليل الناس دي بتبص بس للدوري الممتاز، ما فيش حد بيبص للدوري الممتاز به خالص. مفيش حاجه، الكوره بس. تصرف منين؟ مفيش، هو الكوره داخل الكوره، داخل الوحيد للكوره. بقالك شهرين مفيش. حابب تقول ايه؟ ولا عايزين يرجع الكوره ترجع تاني والدوري الممتاز بيرجع تاني. الناس دي ما تفكرش في الناس التانيه دي مرتاحه معاها فلوس. عايزين نرجع الدوري. احنا بس عايزين الكوره شغال ايه يا كابتن بغير؟ مفيش حاجه غير الكوره بس يا كابتن. مفيش تصرف منين خلال الشهرين دول؟ مفيش قاعد، مفيش شغل كوره ولا اي حاجه. بنطالب بس الدوري يرجع تاني زي ونطالب في حقنا بس في رجوع الدوري بس يا كابتن. جاي اقول لهم ان يا ريت ما حدش يبص لمصلحته، ان يبص لمصلحه الجميع، بحيث ان ما تكونش ملتزمه بس بالممتاز الف. احنا يعني الممتاز بيه ما فيش دخل غير الكوره. احنا عاوزين نعرف احنا كانديه احنا واقفين ليه؟ احنا ما بنلعبش ليه؟ احنا ذنبنا ايه بالدرجه الاولى فوق؟ احنا عاوزين نفهم المشكله حصلت تحت ولا حصلت فوق. هي الكوره داخلنا بس. يعني تصرف منين خلال الشهرين؟ برضه الكوره برضه يعني داخل الشهر من الكوره بس. لا الناس بس تحس بينا، يعني الناس تحس بينا لان احنا مالناش ذنب في ده كله. يعني انا دلوقتي راجل متجوز وفاتح بيت وبصرف على بيتي وعلى زوجتي وعلى بنتي، وما عنديش شغلانه غير الكوره، وقاعد ليا دلوقتي شهرين او 3 شهور ما خدتش مرتبي وما خدتش فلوس شهر واحد، وليا فلوس من السنه اللي فاتت وما خدتهاش. نطالب اتحاد الكوره، عاوزين نشوف لنا حل، عاوزين انهم يوجدوا لنا حلول. هم اوجدوا حلول للممتاز، فعاوزين انهم يوجدوا لنا حل الممتاز به، لان ده مصدر رزقنا. في بيوت كتير عايشه على المرتبات بتاعه الممتاز به. كنت عايز الناس تحس بينا وتعرف ان في لعيبه بتلعب في الممتاز به، لعيبه كويسه، وفي نفس الوقت برضو احنا عقودنا ضعيفه جدا بالنسبه للممتاز الف، ومرتباتنا ضعيفه، و90% من اللعيبه عندنا في الممتاز به مصدر دخلهم الكوره. انديه القسم الثاني والثالث يجلسون على رصيف امام اتحاد الكوره، زي ما العمال كانوا بيقعدوا على رصيف مجلس الشعب. انديه القسم الثاني والثالث بيقعدوا على رصيف اتحاد الكوره. جاي تقول ايه النهارده؟ جاي اشوف حل النهارده. جاي مش لاقيين نصرف بصراحه، مش عارفين نعمل ايه. واحد متجوز بقالي شهر. ثانيا يعني انا مش يعني مرتبي كله من النادي بتاع بني سويف 400 جنيه، فلما انا قاعد في البيت هصرف منين اولا؟ احنا جايين نشوف حل الموضوع ده كله، ماشي؟ احنا عايزين حقنا، يعني احنا جايين نطلب من الساده المسؤولين حقنا. لك بس على حاجه بسيطه صغيره قوي، يعني الماتش اللي حصل فيه الكارثه دي كلها ماتش الاهلي والمصري، صح؟ ده مثلا لو الاهلي او اي فرقه من الدوري الممتاز لو قعدوا سنه او سنتين او 3 على الاقل والدوري اتلغى هيعرفوا يعيشوا، لكن القسم الثاني والثالث والله في ناس عليها اقساط ومش عارفه تقعد، وناس ثانيه مش عارفه تدفع ايجار الشقه. نغطي دوري الممتاز بيه لدرجه العشق،
يعني احنا دبنا في الدوري القسم الثاني ودوري المظالم من سنين طويله، وفي نفس الوقت احنا لسان حل. المفروض ان احنا كاعلاميين احنا لسان حل الناس ديت في الازمات وفي الافراح والاطراح زي ما بيقولوا يعني. انت شايف ان الوقفه الاحتجاجيه الناس واقفاها وقفه متحضره جدا، والناس بتحاول انها تعبر بالصمت، لان الصمت ابلغ رد وابلغ تعبير عن اللي جوه اي لعيب. معظم اللعيبه ديت اللي جاي من الاقاليم واللي جاي من المنصوره واللي جاي من سوهاج واللي جاي من بني سويف وكلهم. في لعيبه جايه مستلفه فلوس عشان تيجي. لا ده في لعيبه دلوقتي بتشتغل على توك توك، وعندي حصيله بالاسماء. انت عارف انا معايا يعني حصيله بالاسماء، اللي شغال في استورجي واللي شغال في بنزينه واللي شغال على توك توك واللي شغال يعني بيبحثوا. يعني الناس دي تبقى بلطجيه. والله انا بقول بس انديه القسم الثاني والثالث يعني كل المسابقات فورا، يعني بدايه المسابقات والنشاط، عوده النشاط، ناخد بس موافقه لعوده النشاط. ما حدش له مصلحه ان يتوقف النشاط في الدرجات الاخرى. احنا عايزين الملاعب كلها تشتغل. هل بالفعل الامن رفض الدوره التنشيطيه؟ لا، لسه ما حصلش اتصالات وجري الاتصالات والتنسيق. قبل موضوع الالتراس وكلام الالتراس، قبل كلام الالتراس انا اعلنت ان لا نشاط قبل احاله القضيه. والكلام ده مش جديد، يعني اللي قالوه انا قلته قبليهم بشهر. هل اتحاد الكره ممكن يدرس اعانات للناس اللي واقفه بره ديت خلال المرحله الى ان يبدا النشاط؟ اعانات ازاي يعني؟ اعانات للانديه تصرف على لاعيبتها. هو في نشاط اساسا عشان تدي اعانات؟ مش في نظام حسابي وفي لوائح بتحكم الجميع. امال ايه؟ في لوائح بتحكم الجميع، لكن احنا بنقول النشاط يعود. هنبص لباقي الدرجات، ومفروض باقي الدرجات كلها يبدا النشاط عندها.